أعزائي طلاب وطالبات تانية إعدادي، معادنا النهاردة مع آخر درس في الوحدة الأخيرة، يعني آخر درس في المنهج. أتمنى تتابعوه لغاية الآخر وانتظرونا في أقوى مراجعات الترم الأول اللي إن شاء الله بإذن الله مش هيخرج عنها أي امتحان. أستنى متابعتكم وأتمنى لكم التوفيق، بس تابعوني في الدرس المهم ده. مقاييس النزعة المركزية. احنا خدنا درس ده قبل كده يا مستر. احنا خدناها في اولى اعدادي بنفس الاسم، مقاييس النزعه المركزيه. طيب انا عندي 3 حاجات بقيس بيهم النزعه المركزيه. يعني ايه نزعه مركزيه يا مستر؟ احنا قلناها كتير قبل كده. النزعه المركزيه هي الميل ناحيه المركز. يعني لو عملت امتحان من 100 هلاقي معظم الدرجات متجمعه حوالين ال50، اكتر منها او اقل منها لكن قريب من ال50. ال50 دي اسمها مركز الدرجه، فالدرجات كلها بتميل ناحية المركز فبسميها نزعة مركزية. وأنا بقيس النزعة المركزية الميل ناحية المركز. عندي 3 حاجات بقيس بيهم النزعة المركزية: الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. دول 3 مقاييس النزعة المركزية: وسط حسابي، وسيط، منوال. احنا اخدناهم في اولى اعدادي هم ال3 وقلنا هم ال3 كل واحد منه نوعين: وسط حسابي لمجموعة من القيم، وسط حسابي لتوزيع تكراري. وسيط لمجموعة من القيم، وسيط لتوزيع تكراري. منوال لمجموعة من القيم، منوال لتوزيع تكراري. مبدئيا كده هنفتكر مع بعض الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمجموعة من القيم اللي خدناهم في أولى إعدادي. النوع الثاني هو اللي ما خدناهوش، هناخده النهارده بالتفصيل. الوسط الحسابي لمجموعة من القيم هي مجموع القيم على عددهم. يعني لو عندي قيم زي 2 و5 و10 و3، عاوز اجيب الوسط الحسابي هجمعهم: 2 و5 7 و3 10 و10 يبقى 20 على 1 2 3 4، 20 على 4 يبقى الوسط الحسابي بتاعهم 5. وكنا بنسمي الوسط الحسابي ده اكس بار. تمام. الوسيط، عشان اجيب الوسيط لازم ارتب القيم الاول تصاعديا او تنازليا، واكيد عارفين ليه بوطي صوتي. تصاعديا ينفع، تنازليا ينفع، ولكن انا اتفقنا احنا مع بعض كده احنا دايما هنرتب تصاعدي لما اجيب الوسيط واخد القيمه اللي في النص. احيانا ما يطلعش قيمه واحده في النص، تطلع قيمتين في النص، فاجمعهم واقسمهم على 2 عشان اجيب الوسيط. المنوال هو القيمه الاكثر تكرارا لمجموعه من القيم، اكتر قيمه بتتكرر هو المنوال. موضوعنا النهارده مش دول. موضوعنا النهارده الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لتوزيع تكراري مش لمجموعه من القيم. الوسط الحسابي توزيع تكراري ذي المجموعات. الوسط الحسابي اكس بار بيساوي، العلامه دي عرفناها من السنه اللي فاتت، مجموع او بنقراها سيجما او بنقراها سم، اختصار كلمه سميشن. سيجما اف باي او اف في اكس ام، ودي اكس ام بس الجديده السنه دي هناخدها بعد شويه يعني ايه اكس ام، على مجموع او سيجما اف. اكس اللي هي القيم، اكس ام اللي هي مركز المجموعات. يعني ايه مركز المجموعات؟ وده هنقوله بعد شويه اهو مركز المجموعه. بس اف دي التكرار، يبقى دي سيجما معناها مجموع، اف معناها التكرارات، اكس لوحدها معناها القيم، اكس ام معناها مركز المجموعات، مجموع اف معناها التكرار تاني. اكس ام ده الجديد، هو مركز المجموعه. يعني لو عندي مجموعه من 20 فاكثر، 20 فاكثر، والمجموعه اللي بعدها 30 فاكثر، يبقى اول مجموعه دي من 20 لغايه 30، الحد الادنى ليها 20 والحد الاعلى ليها 30. عشان اجيب مركزها هجمع الحد الادنى زائد الحد الاعلى واقسمهم على 2. يعني في الحاله دي 20 زائد 30 50، واقسمهم على 2 يبقى مركز المجموعه هو 25، وهو اللي برمز له بالرمز اكس ام. ده بالنسبه للموضوع اللي هناخد مثال عليه دلوقتي. مجموعه حدها الادنى 20 وحدها الادنى 30، انا لسه حالل يبقى مركزها 25. 20 زائد 30 على 2. طيب مجموعه حدها الادنى 10 والاعلى 20، يبقى 30 على 2 يبقى 15. الموضوع ده سهل. عاوزين ندخل على الوسط الحسابي يا مستر ونحل. تمام. مجموع حدها الادنى 5، وده كله كلام فاضي انا مش هكتر فيه، انت طالب كبير وعارف يعني ايه مركز المجموعه وازاي احسبه. طيب، من بيانات الجدول التالي
أوجد الوسط الحسابي. عشان أجيب الوسط الحسابي لازم أعمل جدول فيه 3 أعمدة. فيه كام؟ 3 أعمدة، مش عمودين زي ما خدنا في سنة أولى. هعمل جدول فيه 3 أعمدة. جدول فيه 3 أعمدة. أول عمود هكتب المجموعات، وهكتب فيها أول عمود زي ما هو 10 فأكثر، 20 فأكثر، 30 فأكثر، 40 فأكثر أهو ماشي. وتاني عمود هكتب فيه التكرار زي ما هو 3 2 4 1 أهو 3 2 4 1 ماشي. وبعد كده يبقى 4 أعمدة أقصد. يبقى أعمل جدول فيه 4 أعمدة مش 3 معلش. طيب العمود الثالث هجيب فيه اكس ام، واحنا قلنا اكس ام بنجيبها ازاي؟ الحد الادنى للمجموعه زائد الحد الاعلى على 2. هنا من 10 لغايه 20 يبقى هكتب هنا 10 زائد 20 على 2. 10 و20 30 على 2 فيها 15. بدل ما تعملهم كلهم بنفس الطريقه هنا نعمل 20 زائد 30 على 2 وهيطلع 25. احنا جبنا اول خانه 15. هنا بيزود بالكام؟ بيزود بال10 يبقى هنزود زي ما هو بال10 15 25 35 45. طيب وبعد كده اضرب لي اف في اكس ام. 3 في 15 ب 45، 2 في 25 ب 50، 4 في 35 ب 140، 1 في 45 ب 45. وهكتب خانه في الاخر اجيب فيها المجموع. انا عاوز مجموع اف ومجموع اف في اكس ام. مجموع اف اهي 3 و2 5 و4 9 و1 يبقى مجموعهم 10. طب مجموع دول 45 و50 95، 95 و40 135 يبقى 235. يبقى 280 دول مجموع الاربع خانات هنا. عشان اجيب الوسط الحسابي هقول له اكس بار اللي هي الوسط الحسابي بيساوي مجموع اف في اكس ام على مجموع اف. ده بيساوي مجموع اف في اكس ام ب 280. 280 على مجموع الاف لوحدها 10 يبقى الوسط الحسابي بيساوي 28. يبقى عشان اجيب الوسط الحسابي هعمل له جدول فيه 4 اعمده ومش هعمل له اي رسم بياني، لا مدرج تكراري ولا منحنى تكراري متجمع صاعد ولا منحنى تكراري متجمع نازل اللي احنا ما قلناهوش الدرس اللي فات. طيب لو قابلنا نحاول نعمله ان شاء الله. طيب هو اصلا ما عنديش بس انا بحاول اديك فكره عنه، لو في فرصه هديك فكره، لو ما فيش فرصه يبقى خليها في وقته ان شاء الله. ده الوسط الحسابي. خلي بالك عشان هجيب وسط حسابي ووسيط ومنوال. الوسط الحسابي عشان اجيبه بعمل له جدول فيه 4 اعمده. اول عمودين هنقولهم كوبي بيست من الجدول اللي هو مديهولي، القيم او المجموعات زي ما هي والتكرار زي ما هو. هحسب مركز المجموعه ازاي يا مستر؟ الحد الادنى زائد الحد الاعلى على 2 يبقى 10 زائد 20 على 2 اللي هو 15. الثانيه 20 زائد 30 50 على 2 25. الثالثه زيها بس انا مش عاوزك تعمل كده في كل مره. انا يكفي تجيب لي اول خانه 10 زائد 20 30 على 2 فيها 15. وبعد تشوفوا هنا بزود بالكام؟ بزود بال10 يبقى هنزود بال10 زيهم هنا. بعد كده هضرب الاف في الاكس ام. اف في اكس ام واكتبه هنا، اضرب دول واكتبهم هنا، هجيب مجموع دول وهجيب مجموع الاف بس واقسمهم على بعض يديني الوسط الحسابي. طيب هنا نفس الموضوع اهو وعايزني احل. اول حاجه هعمل له جدول. هعمل له جدول ازاي؟ فيه 4 اعمده. هو عايز الوسط الحسابي. طيب يا مستر هنا جايب لي حاجه اسمها ام. ايه ام دي واجيبها ازاي؟ ما هو ام دي هو جايب لك المجموع هنا يا حبيبي، جيب منه ام. المجموع هنا كام؟ 20. 3 و4 7 و6 13. 13 زائد ام بيساوي 20. يبقى ام ده اكيد بسبعة. عشان يبقى 13 زائد 7 يبقى ام بتساوي 7. دي اللي هنحطها مكان ام وهنعمل له الجدول اللي فيه 4 اعمده. عمود 2 3 4. اول عمود فيه اكس زي ما هو، والتاني فيه اف زي ما هو، والتاني فيه اكس ام هنحسبه، والتالت فيه اف في اكس ام. طيب اكس اللي هو الاعمار هنا 5 فاكثر، 15 فاكثر، 25 فاكثر، 35 فاكثر. مراكز المجموعات
مراكز المجموعات 5، لا الاف قصدي التكرار زي ما هو 6 و7 و4 و3. تمام. اكس في ام، اكس ام اقصد اكس ام. يعني ايه اكس ام؟ يعني مركز المجموعه 5 زائد 15 20 على الاثنين فيها 10، كل مره بزود 10 يبقى 20 30 40. ده مراكز المجموعات. اضرب لي اف في اكس ام، 6 في 10 ب 60، 7 في 20 ب 140، 4 في 30 ب 120، 3 في 40 ب 120. انا عايز اجمع الاف، ده مش عاوز مجموعه وده مش عاوز مجموعه، هكتب مكانها المجموعه هنا اهو وهحسب 6 و7 13، 13 و3 16 و4 مجموعهم 20، وهو هنا مدي المجموع 20 يعني لازم يطلع 20. ده مش عاوز مجموعه، هجمع دول 60 و140 200 و120 و120 240 يبقى مجموعهم 440. عاوز الوسط الحسابي اللي هو اكس بار، هكتب له اكس بار بيساوي مجموع الاف في اكس ام على مجموع الاف اللي هو بيساوي 440. وراجع ورايا تاني لو كنت انا حاسب غلط، ادي 200 320 440 مظبوط، على مجموع الاف اللي هو 20 يبقى بيساوي 22. ده الوسط الحسابي بتاعنا والسؤال خلص. السؤال اللي بعده هو هنا حلها وجاب 22 زي ما احنا جبناها. تدريب من الجدول ده، هات لي الوسط الحسابي وعايز قيمة ام. قيمة ام طالما جيب لي المجموع الموضوع سهل. ده مجموعهم 20، 4 و5 9 و3 12 زائد ام بيساوي 20، يبقى ام دي بتساوي 8. ومنها هنرسم الجدول بتاعنا الاربع اعمده وهنجيب منهم الوسط الحسابي. راجع المساله اكتر من مره لغايه ما تفهمها كويس، ونخش على الموضوع اللي بعده اللي هو اسمه الوسيط. احنا خدنا الوسيط زي ما قلنا زمان، بس خدنا الوسيط لمجموعه من القيم. هنرتب القيم وناخد القيمه اللي في النص او القيمتين اللي في النص اجمعهم واقسمهم على 2. النهارده عندي الوسيط لتوزيع تكراري ذي مجموعات. عشان اجيب الوسيط لازم ارسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد او النازل. طيب الصاعد ارسمه ازاي؟ انا خدته في الدرس اللي فات. هو هيديني جدول، هعمل له جدول تاني فيه الحدود العليا للمجموعات وفيه التكرار المتجمع الصاعد، وهرسم له المنحنى، وبعد كده هجيب له ترتيب الوسيط. ترتيب الوسيط اللي هو بيساوي مجموع التكرارات على 2، وهشوف النقطة دي قصاد مين على المحور الأفقي، يبقى ده هو الوسيط. طيب أنا مش فاهم أي حاجة. هنا بيقول لي نقطة تقاطع منحنين الصاعد والنازل على المحور الرأسي اللي هو التكرار تمثل ترتيب الوسيط، وعلى المحور الأفقي تعين قيمة الوسيط. إزاي جاب لي السؤال ده وأنا ما خدتش الجدول التكراري أو المنحنى التكراري المتجمع النازل أصلا؟ هقوله لك في السؤال اللي جاي على طول. ده هنرسم الاثنين وهنجيبه هنا اهو. إذا كانت نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والنازل هي 10 و5، ال10 دي على الأفقي اللي هي إكس، وال15 دي على الرأسي اللي هي واي. اللي على المحور واي ترتيب الوسيط، وعلى المحور إكس دي قيمة الوسيط. قيمة الوسيط هي 10، ترتيب الوسيط هو 15. مجموع التكرارات هي ترتيب الوسيط ال15، يبقى مجموع التكرارات 30. أنا بضرب ترتيب الوسيط في 2 عشان أجيبه. طيب هنا اهو في الجدول ده أنا هرسم الجدول التكراري المتجمع الصاعد والجدول التكراري المتجمع النازل، ولا هرسم النازل بس؟ هنرسم النازل بس. الصاعد احنا عرفناه، لو انت مش فاكره ارجع للحصه اللي فاتت وشوف ازاي نعمل الصاعد. النازل شبهه بالظبط. هعمل جدول فيه عمودين. كنا في الصاعد بنكتب الحدود العليا للمجموعات، هنا نكتب الحدود الدنيا للمجموعات، وهنا هنكتب التكرار. كنا بنكتب زمان التكرار المتجمع الصاعد، هنكتب التكرار المتجمع النازل او الهابط. هنا اهو كنا بنكتب اقل من، هنكتب كذا فاكثر. اول حاجه عندي صفر، هنكتب له صفر
أو نكتب له أكثر من صفر. صفر في أكثر أو أكثر من صفر مش هتفرق كتير، لكن مفيش مشاكل. هنكتب له أكثر من صفر اللي هو أول حاجة. أكثر من 6، أكثر من 12، أكثر من 18، أكثر من 24 وأزود له خانة أكثر من 24، وهكتب له أكثر من 30. لازم أزود خانة زي ما كنا بنعمل في الصاعد بالظبط. طيب أكثر من صفر، ما كلهم يا مستر جايبين أكثر من صفر، فنجمعهم كلهم. 6 و8 14، 14 و12 يبقى 26، 36 يبقى دول مجموعهم 40. اللي جايبين أكتر من صفر كلهم في الهابط أو في النازل لازم أبدأ من المجموع وبعد كده أطرح مش أجمع. أكثر من 6 يبقى 40 ناقص 6 يبقى 34. طيب أكثر من 12 هنطرح 34 ناقص 8 يبقى 26. أكثر من 18 يبقى 26 ناقص 12 يبقى 14. طيب أكثر من 24 يبقى 14 ناقص 10 يبقى 4. والخانة اللي زودناها أكثر من 30 يبقى 4 ناقص 4 يبقى 0. في الصاعد كان لازم يبدأ من 0 وينتهي بالمجموع، في النازل لازم يبدأ بالمجموع وينتهي بصفر، وكل مرة بننقص. عشان أرسم المنحنى التكراري المتجمع الصاعد أو النازل هبدأ الخط الأفقي هنا 0 6 12 18 24 30 اللي هم دول زي ما هم. هنا أكبر قيمة 40 هنزود بالأربعة يبقى 4 8 12 16 20 24 وهكذا لغاية 40. 24 28 وأكمل لغاية 40. الصفر كان كام؟ نكمل له لغاية 40. 28 32 36 40. الصفر كان 40. نخلي الصفر هنا هو في الأول، وده 6 وهنا 6 وهنا 12 وهنا 18 وهنا 24 وهنا 30. الصفر كان 40. 0 و40 ده أول نقطة. الستة كان 34. 34 دي 36 تحت منها بحاجة بسيطة. ال 12 كان 26 فوق ال 24. ال 18 لا ال 12 الستة كان 34. أيوة مظبوط. ال 12 كان 26. 26 هنا اهو، مفيش النقطة دي ماشي. ال 18 كان 14 هنا اهو. ال 18 كان 14 هنا اهو. ال 24 كان 4 وال 30 كان 0 والمنحنى بتاعي هيطلع بالشكل ده. ده المنحنى المتجمع الصاعد. النازل لو ده النازل، الصاعد لو رسمناه هيطلع تقريبا كده اهو لغايه 40 برضه هنا في الاخر. ده النازل وده الصاعد. نقطه التقاطع بتاعتهم هي دي اللي هي هنا بتمثل ترتيب الوسيط وهنا بتمثل قيمه الوسيط. طيب تمام. هنا عمله لي هو الصاعد اهو اقل من، وجاب لي منه الصاعد والنازل وخلص الدنيا. ده بالنسبة للوسيط. هنا هو بيقول لي إذا كانت مسقط نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والنازل اللي احنا شفناها دلوقتي على المحور الأفقي هي 30، يبقى ال 30 دي قيمة الوسيط. ال 30 دي قيمة الوسيط. وعلى محور رأسي هو 20، يبقى ال 20 دي ترتيب الوسيط.
فأوجد قيمة الوسيط 30 وأوجد مجموع التكرارات الترتيب ده في 2 يبقى ب40. يبقى قيمة الوسيط 30 وترتيب الوسيط أو قيمة مجموع التكرارات 40 وهكذا. طيب آخر حاجة عندي في الدرس المنوال. يبقى أنا خدت الوسط الحسابي وقلت هعمل له جدول بس من غير منحنيات بيانية وهنجيب منها الوسط الحسابي. الوسيط بعمل له جدول وبعمل له منحنى متجمع صاعد أو نازل وبجيب منه الوسيط. المنوال بعمل له رسم بيانية فقط بالمدرج التكراري. يعني الوسط الحسابي جدول فقط، الوسيط جدول ورسمة، المنوال رسمة فقط. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا، القيمة الأكثر تكرارا، ولكن لو عندي فترات همثلها بمدرج تكراري زي ما اتعلمنا في سنة أولى. هتعلم ارسم رسم بيانية زي كده بالمدرج التكراري. طيب بعد المدرج التكراري ما ارسمه ده مجموعات مفيش قيمة. قال لي هنوصل أطول عمود أهو الرأس العليا اليمنى لأطول عمود بالرأس العليا اليمنى بالعمود اللي قبله. تمام، هنا اهو اهي. تمام، هوصلهم بخط كده اهو، وهوصل الرأس العليا اليسرى لأطول عمود بالرأس العليا اليسرى للعمود اللي بعده اهي. هوصل ده وهوصل ده، نقطة تقاطعهم هنا اهو بتمثل قيمة الوسيط زي ما تنزل هنا. يبقى هنوصل الرأس العليا اليمنى لأطول عمود بالرأس العليا اليمنى للعمود اللي قبله بخط، والرأس العليا اليسرى لأطول عمود بالرأس العليا اليسرى للعمود اللي بعده. نقطة تقاطع الخطين دول بتمثل لي المنوال على الخط الأفقي. طيب أنا مش فاهم حاجة يا مستر. عندي جدول زي ده وبيقول لي توضح مجموعة البيانات الآتية أوقات استخدام الهاتف المحمول بالدقائق ل30 طالب جامعي في أحد الأيام. شفنا كل طالب بيستخدم الموبايل قد إيه وقسناهم. لقينا اللي بيستخدم 120 دقيقة فأكثر كل يوم 3 طلاب، اللي بيستخدم 150 فأكثر 4، 180 فأكثر 5، 210 فأكثر 6، 240 فأكثر 8، 270 فأكثر 4. من الجدول ده أنا هرسم المدرج التكراري. هرسمه إزاي المدرج التكراري؟ هنرسمه على ده دلوقتي. هنا اهو خط أفقي وخط رأسي. الخط الأفقي على دول زي ما هو، هنا 120 فأكثر، 130 فأكثر، 120 150 ماشي، 150 180 180 210 210 240 240 270 270 فأكثر يعني لغاية 300. أكبر رقم عندي هنا كام؟ 8. يبقى هنزود بالواحد هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 لغاية 8. من 120 لغاية 150 كانوا 3، يبقى هرسم عمود ارتفاعه 3. بعد كده من 150 ل 180 كانوا 4، هرسم عمود ارتفاعه 4. من 180 لغاية 210 كانوا 5، هرسم عمود ارتفاعه 5. طيب من 210 لغاية 240 كانوا 6، هرسم عمود ارتفاعه 6. طيب من 240 ل 270 كانوا 8، هرسم عمود ارتفاعه 8. من 270 لغاية 300 كانوا 4، هرسم عمود ارتفاعه 4. دي الأعمدة بتاعتنا. عشان أجيب المنوال اللي هو الأكثر تكرارا، الرأس العليا اليمنى لأطول عمود بالرأس العليا اليمنى للعمود اللي قبله أهو، والرأس العليا اليسرى لأطول عمود بالرأس العليا اليسرى للعمود اللي بعده. نقطة تقاطعهم اهي، هنزل بيها كده اهو على الخط الأفقي. هي ما بين ال 240 وال 270 بس أقرب لل 240، فتقريبا المنوال لده هو 250 دقيقة. يعني أكتر طلبة أو أكتر عدد طلبة بيستخدم الموبايل بيستخدموا 250 دقيقة، يعني تقريبا 4 ساعات وشوية كل يوم. نفس الفكرة هنا، الموضوع سهل. هرسم المدرج التكراري، هوصل الأعمدة، نقطة التقاطع بتمثل المنوال على الخط الأفقي، وكده الدرس خلص.
وكل سنة وانتم طيبين. كده منهج سنة تانية خلص. انتظرونا في أقوى مراجعات الترم الأول اللي إن شاء الله بإذن الله مش هيخرج منها الامتحان. تابعوني وستجدون ما يسر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.